السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اخواتي، بحبكم في الله. نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا النهارده فيديو مش عادي، فيديو جميل جدا، فيديو محفز لكل واحد وكل واحدة انها تعمل الخير بالتقى ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله انا ربنا يعني قلت في نيتي ولله، طبعا حاجة طالعة لله، واللي عند ربنا ما بيضيعش ابدا. اما اللي عند العبد دايما يعني سايبينها على الله، لكن اللي عند ربنا كتير كتير. فربنا يكتب لنا الخير، ربنا يرزقنا يا رب، اللهم امين. اللهم يرزقنا الستر والصحه، اللهم ما فرجها على كل المهمومين، اللهم فك عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم امين يا رب العالمين. فقلت يعني اخرج حاجه لله ولو باقل القليل. فبني ادم لما بيخرج حاجه لله طبيعي اللي عند ربنا كتير كتير، وطبعا بيعوضه اكتر واكتر. فرغم الظروف اللي احنا فيها كلها يقول احنا هنخرج ايه، هنعمل ايه لو باقل القليل، لو باقل القليل. انا النهارده يعني مش نادر لكن خارج لله، وان شاء الله هعمل رز بلبن بنية ان ربنا يشفي ابني احمد، ربنا يشفيه ويقضي ايامه في الجيش بكل سلامة وستر وصحة يا رب، هو وشباب الامة اجمعين. وفي نفس الوقت بنية برضك ان ربنا يرزق ابن الذرية الصالحة. فانا قعدت اجمع كل اسبوع لبن، يعني اجمع على سبيل برضك الظروف، اجمع لبن لغاية ما اصبح الكمية اللي انا محتاجاها بقت وفرة تحت ايدي. وجبت بقية المكونات اللي انا هعمل بيها. وشوف الفيديو معايا، وان شاء الله اللي عند ربنا ما بيضيعش. والانسان لو باقل القليل ان هو يطلع حاجه لله، ده حاجه حلوه وحاجه ربنا هيزيده وربنا هيبارك له في عياله وفي صحته وفي كل حاجه، وربنا يرزقنا رزق حلال، اللهم امين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا ارحم الراحمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ونروح مع بعض ونشوف. طبعا الرز غسلته ونقعته شويه وهنحطه يغلي على البوتاجاز، والخطوات دي هوريكم واحده واحده معايا. وطبعا برضك اللبن، الكميه كنت انا مطلعاها من الفريزر تفك زي ما احنا شايفين. الكميه قدامنا بتفك اهيت. دي كميه كام كيس كده اهوت، شايفين؟ ده غير اللي فك تحت اهو. ده اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يعني لبن دسم، لبن جميل. طبعا احنا بنجيبه من واحده، فهو بدأ يفك اهوت، وهبدأ اغليه ومع بعض برضك واحده واحده ان شاء الله. ونعمل الرز بلبن وندر يعني مطلعينه لله، وربنا يجعله بألف هنا وصحة على اللي هياكل منه. ويا رب يا رب يا رب ادعوا معايا كل اللي يشوف الفيديو ان ربنا يرزق ابن الذرية الصالحة هو وكل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كمية اللبن يعني بسم الله ما شاء الله مش قليلة. انا قعدت اجيب يعني كل اسبوع على قد ما قدرتي. الست اللي بتطلع لنا وكده بدأت اخد منها لغاية ما اكون الكمية اللي انا عاوزاها، وفعلا حصل اهي قدامكم بسم الله ما شاء الله. واللي عند ربنا عمره ما بيضيع، واللي عند ربنا اكيد عاين لنا الاحسن والاحسن. فكل واحد يطلع لله ولو باقل القليل. مش شرط كميه اللبن دي زي ما انا عامله، ممكن كيسه واحده برطلين لبن ونعملهم ونطلعهم لله عادي. ممكن وجبه. يعني ايه وجبه؟ هو احنا فاضي مننا حاجه يا مدام هدى في ظل الغلاء؟ لا، احنا بيتبقى مننا بعد الاكل. فبدل ما يتحط في اكل طير او يتحط في زباله او يتحط في ناس كتيره ما بتعرفش النعمه اللي هي فيها الا لما بتزول. فربنا ما يزولها ابدا مننا، ربنا يدوم علينا نعمه الستر ويفك كربنا وكرب المكروبين يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب. يعني لقمه رز باقيه مع شويه خضار بطريقه شيك كده في طبق فوم، ويتكيس وتتحط بطريقه نظيفه. وبالتاكيد لو راحت مثلا لجاره جنبك انت حاسه انها ضعيفه شويه في صحتها في مالها او في الرزق اللي داخل لها، هتفرح بيها كتير كتير. فالانسان يقدم لله وان شاء الله هيلتقاه اكيد هيلتقاه في صحته وفي عياله وفي اي حاجه. مش شرط رزق في مال، لا هيلاقيه. فاللي عند ربنا ما بيضيعش، ودايما نكسر من اللي بيخرج لله. سواء قرش بسيط، لو 10 جنيه، لو 5 جنيه، والله وبتراضي بقى حد عند ربنا كبيره جدا جدا. فربنا يدينا جميعا الخير. ونشوف مع بعض الفيديو وان شاء الله فيديو جميل، واديكم معايا من البدايه للنهايه. اللبن يفك ويغلي، وبعد ما يغلي هسوي الرز على البوتاجاز ونبدا الخطوات مع بعض. زي ما احنا شايفين سلقت الرز تمام، وفي شويه ميه على بسيط كده، يعني هو السلق اهوت، وفي شويه رز على ميه على بسيط. وده اللبن اهوت يا دوبك هيغلي اهو، يا دوبك هيغلي. شايفين بيعمل وش اهوت، وش القشطه اهي. فان شاء الله ما يغلي هنبدا نسقط الرز اللي هو احنا سلقناه، ونحطه في اللبن.
ونضيف له السكر ونقلبه تقلبتين ومعاكم واحده واحده ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اللبن سمين وعامل وش، الاذان بيأذن بره، فانا طبعا مش حكايه ندر، انا مخرجاه لله بنيه ان ربنا يشفي ابني وزوجي، وربنا يرزق ابن الذريه الصالحه هو وزوجته يا رب. فيا رب اللي بيعمل شيء بيلتقاه، واللي عند ربنا كتير كتير. فانا بس هنقص اللبن شويه علشان الحله مش هتكفي، لان بسم الله ما شاء الله بتاعي 25 رطل. وهقول لكم المقادير. ال 25 رطل دول انا يعتبر هعمل لهم كيس سكر، وفي هنا لبن نيدو بودر، وفي كمان معانا لبن نيدو بودر هحط منه مش كل الكميه دي طبعا، وهنا برده كريم شانتيه هحطه، ومع كيس السكر مع كام معلقه نشا، لان كام معلقه نشا ان شاء الله. وادينا مع بعض هناخد الرز طبعا اللي كنا سالقينه وهنبدا نضيفه للبن. بس انا هعمل الخطوه دي وارجع لكم. تمام اهيت. هو مفيش بس علشان اشتري الحله مره واحده بدل ما انا قاعده اشتري حته حته اهيت، عشان اقدر اشتري بس الحله واضيفها في اللبن. طبعا هقلبه مع السكر، هنضيف السكر هدوقه علشان برضو في ناس بتجزع من السكر كتير. هدوق السكر ده اختياري. ثانيه ثانيه. حطينا الرز في اللبن وطبعا هنسيبه يغلي، ولما يغلي هناخده ونركنه على جنب قيمه نص ساعه يتشرب من بعضه، وبعد من كده هنحط الاضافات، هنرجعه تاني على النار ونحط الاضافات بتاعته. تمام. هحط معلقتين لبن بودر وهنقلبهم، بس المعلقه ما كانتش مليانه قوي اهي، معلقتين بمعلقه الاكل العاديه لبن نيدو او اي لبن بودر عندك، حطي معلقتين بيدوله طعامه وبيدوله طعم جميل قوي اهو. عايزه تبقي تدوبيهم في شويه لبن عادي، بس هما كده كده هيدوب ما تقلقيش يعني. او زي ما احنا شايفين الحله بسم الله ما شاء الله، لان ازيد من 25 رطل لبن. طبعا هيقولوا احنا هنعمل الكميه دي لو رطلين اتنين، لو رطلين اتنين مش شرط الكميه، بس انا لما قلت هعمل بقى ان انا افرق على الكل، لان اللي بيطلع لله ده ربنا فعلا بيجعل الخير والبركه فيه، وسبحانك يا رب. فعلا الحله بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، لو جبناها من على العالي حله شاورما اللي هي الكبيره خالص، يمكن انتوا شايفينها في التصوير قليله، لكن بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. خدت دقيق ال 25 رطل لبن، واخدين كيلو ونص رز او كيلو وربع. اللي بيحب رزه كتير ماشي، لكن هو مش رزه كتير، شايفين يعني اللبن اكتر من الرز. لكن لما هنقعه مده الساعه هيكون اتشرب اللبن وبقى كده في المعقول. تمام اهو زي ما احنا شايفين، وان شاء الله يا رب مع بعض اهوت خطوه خطوه، مش بسبق حاجه ولا بقلل حاجه. ويا رب كده اللي ياكله بالف هنا والصحه، وبحق الاذان اللي بيدن ده ربنا يشفي زوجي ويشفي ابني ويقضي ايامه في الجيش بسلام، ويا رب يرزق ابني محمد هو وزوجته يا رب الذريه الصالحه، هو وكل مشتاق، مش هم بس، هم وكل مشتاق. وقلنا اعملوا لله كتير ربنا هيبارك، حتى لو بقليل ربنا هيبارك لكم، ربنا هيبارك لكم. مفيش حاجه بتضيع عند ربنا، بالعكس ربنا هيرزقنا ويسترنا. وان ما كانش رزق فلوس، رزق في عيالنا انهم يبقى كويسين، انهم يبقى كده يعني اولاد صالحه. فمش شرط الرزق فلوس بس، الرزق حاجات كتيره، انه ينعم علينا بنعمه الستر والصحه. فان شاء الله ان شاء الله بالف هنا وصحه للي هياكل. شايفين اهوت، وهبدا اطفي البوتاجاز عليه وهنسيبه مع نفسه كده قيمه ساعه. مستعجله عليه عاوزه تسيبيه نص ساعه سيبيه، عاوزه تسيبيه ساعه سيبيه. انا مش مستعجله عليه، لان برضك عاوزه حاجه طعم اللي ياكله يدعي لي برضه، وفي نفس الوقت بيكون الرزايه اتشربت اللبن، اتطعمت باللبن، بقت مش يعني طعمها حلو. تمام. احنا هنطفي عليها اهوت مع بعض اهوت، بنطفي العين اهو، ايدي اهي، البوتاجاز كان والع اهوت، هنطفيه اهو بس، ونسيبه كده منقوع قيمه ساعه. تمام. وهنرجع مع بعض ونكمل الرز بلبن
احلى رز بلبن اقسم بالله. انا عملته قبل من كده، كانوا مفكرينه جاهز ومفكرينه ان انا شارياه وموزعاه، لكن الحمد لله ربنا بيبارك، ربنا بيجعل الحاجه اللي طالعه لله ده بيبقى طعمها حلو في بق اللي هياكلها. فربنا يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا يا رب. وباقل القليل ممكن تعملي، مش شرط نفس الكميه. انا قعدت اجيب لبن على مراحل، ما جبتوش مره واحده عشان الناس برضو ما تفهمش ان الظروف ايه واو معانا. لا الحمد لله الحمد لله، باقل القليل عملنا، وان شاء الله يتاكل بالف هنا وصحه. يلا بعد الساعة زي ما احنا شايفين، شوفوا اللبن اتشرب والرز بقى بسم الله ما شاء الله، مش محتاج حتى نشا. بس انا هحط معلقتين كده ايه تحالي مع ايه، مع قلنا الكريم شانتيه. انا هاخد معلقتين من الكريم شانتيه مع في اللبن اللي انا كنت ناقصاه. تمام، هاخد معلقتين مع معلقتين نشا ونزود بهم ايه الكمية بس كده اهو. كريم شانتيه هناخد معلقتين كبار لان بيدوله طعم حلو قوي اهو. ممكن نخليهم 2.5 عشان او 3 علشان الكميه كتير. تمام، هنا الكميه يعني الكميه ليكي، والسكر برضو كان ليكي، لان انا لما قلت كيس جيت ابص لقيت لان الكميه كانت كتير، لما قلت كيس ما حطيتش الكيس السكر كامل. فانت تدوقي الحاجه والمقدار ده ليكي انت، لان ممكن انت تبقى عامله حسابك ان انت هتحطي 4 معالق 3 معالق في الحاجه وتيجي تبصي تلاقي مش مستاهل ان تحطي الكميه دي. فاهمين قصدي؟ فانا يا دوبك هقلبهم بس بالمضرب زي ما احنا شايفين. ونيجي برضو نحط هنا معلقتين كبار، يعني معلقه يعني صحيح نشا. تمام، هندوبهم برضو بس عشان الوقت يعز بس. زي ما احنا شايفين هنضيفهم بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيفهم مع التقليب. الحله طبعا بتقول جاي اهو، ونفضل نقلب. بس انا بقى كده ايه هنضطر ننقصهم في حله تانية. تمام، هنقص بس الكميه، ولا هشوف هجيب حاجه تبقى اقل من الكرنيب في التقليب عشان اعرف اقلب اهي، لان الكرنيب بيخليه ايه ولا. طب خلاص افصلي يعني، افصلي دقيقه. لقيته مش مستاهل ان انا افضي تاني، بس لازم ايدك تقلب عشان ما يعملش من تحت. وبسم الله ما شاء الله اهوت زي ما احنا شايفين. هقلب بس، وعندي الاستوى بقى خلاص هقول لكم اوكي. هو بس يبقى بقتين كده يبقى الدنيا خلاص. تمام اهو، شوفوا بسم الله ما شاء الله اهو لبن اهو. مش قلت ان هو مثلا يعني الرز كتير، لا بسم الله ما شاء الله. والرزايه دايبه 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 فيه، وبالف هنا لله هياكل اهو. شوفوا الرزايه نفسها دايبه دوب اهو. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا يا رب. وربنا يشفي احمد وزوجي، وربنا يرزق ابني برضك الذريه الصالحه، اللهم امين. هو وكل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا ارحم الراحمين. هو يا دوبك يبقبق او يستوي بقى، ان هو يا دوبك كده تعرفي ان هو ايه يعني عمل بقبيق، يبقى خلاص كده هيطفى عليه ويتغرف في الاطباق بتاعته اهي. يعني انا بصوا جايبه اطباق اللي هي الجاهزه دي، لان اللي راح جاي يعني ما كنت انا عاوزه اللي هي بتتقفل اللي هي زي ده اهي، فما عرفش اللي رايح يجيب جاب دي، فمش مشكله اهوت. واعبيه بقى واشوف، وتشوفوه هو متعب ومرصوص كده على الارض، لان ما عنديش مكان في المطبخ ارصه على السجاده، واحنا مع بعض. يلا باي مؤقتا. لغايه هنا، واللي وصل معايا لغايه هنا بالله عليكم، لان ده حاجه لله، ما ينساني باللايك والشير. بالله عليكم تشجعوني، وما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب علشان ايه الفيديو يتشاف والناس تعمل خير كتير علشان تلاقيه ان شاء الله من الله. ربنا يا رب يكبر بخاطرنا جميعا في اولادنا وفي صحتنا وفي عافيتنا، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين الطعامه، شايفين يعني رز بلبن دايب دوب جميل، بيقول والله العظيم بألف هنا لله هياكل. شايفين جماله، شايفين كله لبن، وفي نفس الوقت يعني مطعم كده جميل جدا 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 والله. بامانه ربنا مش عشان انا اللي عاملاه، الشهاده هتبقى لله هياخد منه وهياكل منه.